من 10 سنين فاتوا كان في جندي ماشي كده وسط مدينة متدمرة، بيقابل واحد تاني أكبر منه في السن وبياخده على مكان مليان بالجثث. الواد طبعا بيترعب، والفارس الأكبر منه بيقول له: أنت شايف كل الجثث دي؟ اللي قتلهم 7 أشخاص بس، اسمهم الخطايا ال7. لو سمعت بوجودهم في مكان اهرب منه. وفي الوقت الحالي بقى كان في طفل كده شغال في حانة ودنيته تمام. العصير عنده حلو ولكن أكله طعمه مقرف يا صديقي. عنده خنزير كده بيعرف يتكلم شبه البشر اسمه هوك، والخنزير ده بينظف الأرضية من الأكل اللي بيقع. وهو قاعد في حانته مرة بيسمع الزباين وهي بتتكلم عن الخطايا ال7. بيقولوا إنهم أشرار قتلوا الفارس المقدس بطريقة وحشية جدا، وهم كلهم وحوش، ولكن أخطرهم هو القائد بتاعهم مليوداس. وعلم على الكلمة ديت علشان هنحتاجها كمان شوية يا صديقي. المهم الكلام كان شادد انتباه صاحب الحانة وكأنه يعرفهم، بس فجأة بيدخل عليهم واحد شكله مرعوب من حاجة بره. بيقول لهم في فارس بدرع حديدي ماشي يتكلم عن الخطايا ال7 وشكله منهم، بس الناس ما بتصدقوش وبيقولوا انهم مختفيين من 10 سنين وزمانهم ماتوا اصلا. ولكن هوب فجأة باب الحانة بيتفتح، الفارس قدامهم. الناس اللي في الحانة كلهم خافوا وطلعوا يجروا براها، الا الولد ده راح على الفارس وقال له: انت عاوز مين؟ لسه ما كملش الكلمة وبيلاقي واقع على الارض والقناع بتاعه بيتشال، وبيطلع لنا القمر دي شكلها تلعب ولا ايه يا صديقي؟ بياخدها صاحب الحانة وبيعالجها وبعدها بيجيب لها اكل، وكالعادة كان وحش جدا. ولكن البنت كانت بتعيط علشان اخيرا حد اكلها. بيسألها الواد ده: انت بتدوري على مين وليه كنت لابسة كده؟ بتقول له: انا بدور على الخطايا ال7. ولسه هتكمل واذا بباب الحانة بيخبط. جنود من المدينة جايين علشان يقبضوا على الفارس الحديدي. صاحب الحانة بيطلع لهم وبيخلي هوك يلبس الدرع ويمثل كأنه الفارس، ولكن الخدعة ما بتمشيش عليهم. لسه ما كملوش الكلام والبنت بتطلع من الحانة وبتبدأ تجري على الغابة. الجنود لما بتشوفها بتجري وراها وبتبدأ تلاحقها، بس وفجأة هوك من وراهم بيضربهم واحد ورا التاني وبيوقع الأخير من على الجرف ويبعده. جامد يا هوك والله. صاحب الحانة كمان كان لاحق البنت وما خلاهاش تقع. سألها بعدها وبيقول لها: انت ليه بتدوري على الخطايا ال7؟ البنت بتقول له: الفرسان المقدسين هجموا على الملك من فترة، ولو حد يعرف يقف قصاد الفرسان فهم الخطايا ال7 مش اكتر. الواد بيقول لها: بس الناس بتقول عليهم اشرار وممكن يقتلوكي. البنت بتقول له: استحالة يكونوا كده، ابويا دايما كان بيحكي لي عنهم وانا متأكدة انهم الضحية مش اكتر. ولسه ما كملتش الكلام وهوب واحد بالسيف بتاعه بيشق المكان اللي هم فيه وبيقعوا تحت، واتضح ان ده فارس مقدس جاي هنا علشان يتخلص من الفارس الحديدي. بس انت متخيل انهم هيموتوا وخلاص يا صديقي؟ لا والله. صاحب الحانة بيلحقهم كلهم وبينقذ الجندي اللي كان وقع قبل كده. الفارس اتصدم منه، بيبص بعد كده عليهم علشان يعرف مين الخطير فيهم. بيلاحظ الحلق بتاع البنت وبيعرف انها الاميرة اليزابيث. ده يوم سعدي، اجهزي علشان هتموتي. البنت بتطلع تجري والفارس بيهجم عليها بكل قوته، بس الواد بيلحقها. اليزابيث بعدها بتقرر تسلم نفسها علشان صاحب الحانة يهرب، بس الفارس بيضربها تاني لولا ان الولد بيلحقها. البنت هنا ما قدرتش تستحمل وبدأت تعيط. بتقول له: انا طلعت علشان ادور على الخطايا ال7 وعمري ما خرجت في رحلة قبل كده لوحدي. لبست درع كبير عليا علشان اخفي هويتي. كل الناس كانت بتعاملني وحش الا انت. بالرغم من ده كله بتحاول تحميني، وانا حتى لسه معرفش اسمك. الواد بيقول لها: مليوداس ده اسمي. البنت اتصدمت، مستحيل يكون بجد. الجندي اللي مليوداس كان لحقه كان فاق في الوقت ده وبيقول لي اللي معاه: ما تعصبوهوش، انا شفت الرمز على كتفه، ده اخطر واحد فيهم. وهوبا الفارس ضرب ضربة وهو اللي اتعور في الاخر. بيقول: ازاي كده؟ انا متأكد اني ضربته بقوة. بيدقق النظر في مليوداس وبيعرف حقيقته. بيقول: ازاي كده؟ انت شكلك ما اتغيرش من 10 سنين. مليوداس قال له: اخيرا عرفتني. وهوب ضربه ضربة كسرت عظمه وطيرته في السماء. اللي بعده يا هناه يا سعده، خطية الغضب مليوداس قائد الخطايا ال7 تم التأكيد بوجوده. وتاني يوم بقى بتكون اليزابيث فرحانة جدا علشان اخيرا لقت حد من الخطايا ال7. بتفتكر الماضي بتاعها لما الحراس هجموا على الملك علشان يحبسوه. بتفتكر كمان الملك وهو بيقول لها تهرب وتدور على الخطايا علشان هم اللي هيقدروا يلحقوا المملكة، وكانت في قمة الحزن وقتها. بس بعدها مليوداس بينده لها، بيجيب لها هدوم جديدة وبيخليها تلبسها. بياخدها بعدها على مدينة برنيا واللي فيها افضل الاعشاب لعمل العصير. وطبعا
الاعشاب ديت بتنمو على اطفاف الانهار المليئه بالماء العذب. بيروحوا فعلا هناك، ولكن الانهار بتكون جافه نهائي، مفيش فيها قطره ميه واحده. بيشوفوا هناك كده ناس متجمعه وبيروحوا عليهم، وبيعرفوا ان في فارس مقدس حط السيف بتاعه في المدينه علشان العصير بتاعهم ما عجبهوش، ونتيجه لكده السيف ده بيمنع تدفق اي مياه في الانهار او اي حاجه. كل المدنيين في الوقت ده كانوا متجمعين علشان يرفعوا السيف، بس محدش قادر يحركه. بس في اللحظه ديت ولد صغير كده بيدخل عليهم، واسمه ميدو بالمناسبه، والظاهر انه كان سبب المشكله مع الفارس، وده اللي خلى اهل القريه كلهم متعصبين منه وبداوا يضربوه بالحجاره. ولكن مليودس بياخد الواد بعيد وبيدخله الحانه. اليزابيث في الوقت ده هي كمان بتقف مع العمده وبتساله عن اللي حصل. وفي الوقت ده كان مليودس عمل اكل لميدو، وبيساله هو ليه اهل القريه عملوا كده، وبيعرف ان لما الفارس قال على عصير القريه وحش ميدو اتعصب منه وحط له حشره جوه العصير بتاعه، ونتيجه لافعاله الفارس عمل اللي عمله. مليودس فهم الوضع وقال له تمام. اليزابيث بتيجي هي كمان بعدها وبتخليه يحكي لها على حكايته. ميدو بيقول لها انا كنت عايش حياتي مع ابويا وامي وكنت فرحان جدا، بس بسبب هجوم احد الوحوش علينا ابويا وامي ماتوا. اهل القريه هنا ربوني وعملوني كاني واحد منهم، ما اثروش معايا في اي حاجه، بس كنت دايما بحس بالوحده واني مش جزء من اي عيله، وعلشان كده كنت بحب اكذب او الفت الانتباه باي حاجه علشان بس اي حد يعبرني. مليودس بيقول له علشان كده حطيت الحشره في عصير الفارس. ميدو قال له استحاله، العصير ده اهل القريه كلهم تعبوا وهم بيعملوه، ولما لقيت الفارس بيشتم مجهودهم والعصير بتاعهم اتعصبت وعملت كده. مليودس بيتاثر من كلامه، ولكن فجاه بيسمعوا صوت جاي من جوه القريه، وبيطلع ان الفارس المقدس بعت لهم 2 من جنوده علشان يهددوهم لو السيف ما طلعش في حدود المغرب الضرايب اللي على المدينه هتزيد او هيقتلوهم كلهم. اهل المدينه كلهم كانوا متعصبين ومش عارفين يعملوا حاجه، ولكن مره واحده ميدو بيمسك السيف وبيحاول يرفعه. اهل المدينه بتتاثر بعزيمته وبيروحوا يرفعوا السيف معاه. الجنود ولاد الرخمه دول كانوا قاعدين يضحكوا على اهل القريه اللي مش قادرين يعملوا حاجه. بس انت متخيل ان مليودس هيسكت بعد كل ده يا صديقي؟ لا والله، مليودس بيتقدم زي الاسد وبيشيل السيف بايد واحده. اهل القريه كلهم اتصدموا من اللي حصل. الانهار رجعت تاني والكل بقى في قمه السعاده. بالليل بقى الكل بيروح علشان يحتفلوا ويشربوا عصير من القريه، بس الفارس ده جنوده بتجيله وبتقول له على اللي حصل، وان في شخص قدر يطلع السيف بتاعك وشكله عيل صغير. الفارس بيقول لهم تمام، وبياخد رمحه وبيطلع بيه على بره. وبالمناسبه الفارس ده اسمه غل. بيقول للي جنبه قول لي على المسافه واتجاه القريه بتاعتهم بالظبط. بيقول له فعلا، وغل بيقول له تمام، وبيحدف الرمح بكل قوته. مليودس بيحس بالرمح وهو داخل عليهم، بيطلع علشان يستناه بره. اليزابيث هي كمان بتكون بره، بتكون حاسه انها تقيله على مليودس ومش عارفه تساعده باي حاجه، بس الواد بيقول لها ما تقلقيش كله تمام واهم حاجه صحتك، وكان مشغول في الرمح اصلا. اليزابيث لسه هتفرح وبتلاقيه بيمسك الرمح بكل قوته. الرمح بياخده وبيرجع لورا وبيكسر كذا بيت في طريقه، ولكن مليودس بيلف جسمه وبيقدر يمسكه. بيجمع كل قوته وهوب بيرجع الرمح للفارس تاني. الفارس بيحس بيه، ولكن ده مليودس يابا هد المكان بتاعه وجرحه في وشه. غيل بعدها بيتأكد ان ده هو فعلا قائد الخطايا، وبيستعد بعد كده للهجوم عليه وقتله. بس مليودس بيقرر بعدها انه يمشي من القرية علشان اهلها ما يتعرضوش للأذى بسببه. بيحدد وجهته على غابة الأحلام، واللي شاكك ان في حد هناك من الخطايا، وشكلها هتولع يا صديقي. تاني يوم بقى غيل بيروح على القرية علشان يقتل مليودس، ولكن ما بيكونش هناك. بيسأل الناس اللي في القرية وبيعرف ان هو راح ناحية غابة الأحلام، فبيقرر يروح وراه ويخلص عليه. وفي الوقت ده مليودس وإليزابيث وهوك بيكونوا وصلوا على الغابة. الغابة بتكون مليانة ضباب ومش عارفين هما ماشيين فين أصلا. بعد شوية بيسمعوا صوت حد بيكلمهم وبيقول لهم يطلعوا برا الغابة. لسه ما لحقوش يسمعوا بيلاقي خنازير كتيرة من هوك جنبه. الكل بيتصدم، بس مليودس بيخلص عليهم في لمح البصر وبيضرب هوك معاهم. بيطلع اشكال تانية من اليزابيث وبتحاول تخوفهم، بس مليودس بيتعرف عليهم وبيضربهم كلهم في ثواني. وما تسألنيش هو عارف الحقيقية ازاي يا صديقي. المهم الوحوش بترجع لشكلها الحقيقي وبتطلع تجري على بنت نايمة في الغابة، بتقول لها الحقي في فارس مقدس قدر يهزمنا. البنت بتصحى وبتتعصب، بتمسك مليودس وبتكون خلاص هتقتله، ولكن بعدها بتتعرف عليه وبتاخده في حضنها.
بطنها، وبتطلع عضو هي كمان في الخطايا السبعة، خطيئة الثعبان ديانا. ولكن شكلها بتحب القائد شوية او شويتين يا صديقي، وبتنزل في ضرب بعد ما بتعرف انه بيسافر مع اليزابيث لوحده. ولكن وفجأة بيقطع كلامهم رعد من السماء، بينزل قدامهم وبيقيدهم كلهم، مفيش حد فيهم عارف يتحرك. ايوه يا صديقي، غيل وصل علشان يخلص على الخطايا، بيدخل عليهم بكل شجاعة وبيقول لهم اجهزوا علشان هتموتوا. اليزابيث بتتعرف على غيل وبتبدأ تقنعه ما يقتلش مليودس، بس ده مش شايف غير الانتقام مش اكتر. وبيطلع ان غيل ده ابن الفارس المقدس زرتار اللي الخطايا السبعة متهمين بقتله اصلا. غيل بيقول لي ايزابيث امشي من هنا، انا مش عاوز اقتلك معاهم. بيفك اللي عليها، ولكن البنت ما بتمشيش وبتروح تدافع عنهم. بيلاقي هوك تحته كده بيتلوى من الوجع، فبيشوطه برجله بعيد عنه، واليزابيث بتروح علشان تلحقه، وبتبدا بعدها المعجنه. مليودس بيفك الكهرباء اللي عليه وبيقول لديانا ما تتدخليش في القتال. بيبدا الاتنين في هجوم من نار على بعض. غيل بيكون متفوق وبيضرب مليودس بكل سهوله. مليودس بيحاول يفادي الضربات، بس الواد سريع جدا ومش ملاحق على تحركاته. مليودس بيقع على الارض وبيجي علشان يقوم تاني. بيسمع غيل من وراه بيقول له انا دلوقتي اقوى من الخطايا السبعه كلهم، وبيديله واحده بتوقعه على الارض غرقان في دمه. مليودس شكله في لحظاته الاخيره يا صديقي بيسال غيل على مكان باقي الخطايا، وبيقول له على مكان اتنين منهم، مفكر انه كده بيحقق له امنيته الاخيره قبل ما يموت يعني. بس انت متخيل ان مليودس هيخسر او هيموت يا صديقي؟ لا والله، مليودس بيقوم ولا كأن في حاجه حصلت له، وبيقول له انا كده خدت اللي انا عاوزه، يلا يا عم سلام. غيل بعدها بيتعصب وبيبدا يهجم على مليودس بكل قوته. الواد بيفادي هجماته بكل براعه وبيفضل يجرجر فيه لحد لما ديانا بتمسكه، بتقول له القائد بيقول لك سلام، وبتحدفه بعيد. وفعلا مليودس كان بيديله التحيه. بترجع اليزابيث هوك عليهم وبيكونوا فرحانين انهم اخيرا خلصوا من الفارس ده. بيقرروا بعدها يكملوا رحلتهم ويرجعوا اتنين من الخطايا، بان وكينج. اليزابيث بتقول لمليودس انت مصاب بجروح خطيره، لازم نعالجك الاول. بس مليودس بيقول لها ما تقلقيش كله تحت السيطره. بيدخل على اوضته علشان يرتاح، واليزابيث بتكون قلقانه جدا عليه. بتروح بعدها وراه علشان تغير له هدومه، ولكن اول ما بتدخل بتلاقيه واقع على الارض مغمى عليه قدامها. البنت بتترعب جدا وما بتكونش عارفه تعمل ايه. ومن ناحيه تانية بقى في سجن باستا كان الحراس هناك عرفوا ان الخطايا جايين عليهم علشان يحرروا تالتهم او العضو التالت من الخطايا. جمعوا اكبر عدد من الفرسان المقدسين وجهزوا علشان يقتلوهم. ومن جانب تاني ديانا بتكون شايله مليودس وبتدور على اي دكتور علشان يعالجه، بس للاسف كل اللي بيشوفها بيخاف من حجمها وبيطلع يجري. اليزابيث وهوك بيطلبوا منها تقعد مكانها وهم يجيبوا الدكتور لحد هنا. ديانا بتضطر انها توافق وبتقتنع بكلامهم. واحده من الفرسان المقدسين كانت بتراقبهم وبتقرر تهجم عليهم في الوقت ده. اليزابيث بتجيب الدكتور فعلا وبيبدا يدي العلاج لمليودس. البنت كانت حزينه جدا عليه وبتحاول تعالجه باي طريقه. ديانا هي كمان بتكون قاعده ومش عارفه تعمل حاجه. بتقرر تروح لسجن باستا وتحرر بان لوحدها. اليزابيث بتجري عليها علشان تمنعها، بس ديانا بتقول لها ارجعي انت وخدي بالك من القائد، انت صغيره وهتعرفي تدخلي البيت بكل سهوله، انما انا مستحيل اقدر اعمل كده. ديانا بعدها بتعيط اكتر وبتقول لي اليزابيث انا كنت ماشيه في مره شويه من البشر اتجمعوا عليا علشان يضربوني، كنت متعصبه منهم وهضربهم، بس مليودس اتدخل وضربهم هو بدالي. سألني بعدها اذا كنت خايفة منهم ولا لا. اتصدمت منه علشان دي كانت اول مرة احس ان في حد خايف عليا. انا عارفة ان مشاعري مستحيلة، بس انا كل اللي اقدر اعمله دلوقتي ان اقاتل علشانه. ارجعي انت بقى وخدي بالك منه. وكانت بتقول لي يا ريتني ابقى صغيرة في بالها. ولسه هتمشي يا صديقي وبتلاقي عاصفة من الحشرات داخلة على المدينة. الكل بيترعب وشكل الفرسان بدأوا في الهجوم عليهم. اليزابيث وهوك بيروحوا يستخبوا منهم، وديانا بتكون خايفة من الحشرات جدا. بس انت متخيل انهم هيستسلموا يا صديقي؟ لا والله، ديانا بتجمع قوتها وبتضرب ضربة بتخلص على كل الحشرات مرة واحدة. جامدة يا بنت والله. اليزابيث بتقرر ترجع على مليودس بعدها، وديانا بتتجه الى السجن لوحدها وشكلها هتولع
هيرجع ولا ايه يا صديقي؟ اليزابيث كانت واقفه كده عند مليودس وبتشوف ماله. الدكتور بيقول لها هو مش هيقوم، هو مات دلوقتي. البنت ما بتكونش فاهمه وبتقول له مات ازاي؟ هو انت مش كنت بتعالجه؟ الدكتور قال لها انا اديته سم ممزوج بسم تاني علشان يقتله. البنت اتصدمت مش قادره تتكلم. بتسمع صوت بعدها بيكلم الدكتور وبيقول له عاش عليك، وفرت علينا عناء مقاتلته. اليزابيث بتقول له انت مين؟ فبيطلع لها من جنبها وده فارس مقدس جاي يقتلهم. وفي نفس الوقت ده كان الحراس اللي واقفين على الزنزانه بيتكلموا عن الخطايا اللي جايين يحرروا السجين ده. بيسمعهم وهم بيتكلموا وبيكسر الحاجز برجل واحده. بيقول لهم سمعتكم بتتكلموا عن موضوع مهم، فقلت اتمشى شويه. الحراس بتتصدم وما بتكونش مصدقه انه بيتحرك اصلا. واحده من الحراس بتسمع الدوشه وبتدخل عليهم بكل شجاعه. بتقول له الحراس بلغوا الفرسان بالاتي، في سجين قاوم فاضطرت جيريكو انها تقتله. ده ايه الثقه ديت يا بنتي؟ الحراس قالوا لها تمام وراحوا على الفرسان. البنت تهجم على السجين بكل قوتها وهوب مره واحده بيفادي كل ضرباتها وبيخليها تقص له شعره. بيقول لها عاش عليك والله، تنفعي حلاقه برضه يا ابن اللعيبه. وبالمناسبه يا صديقي ده العضو الثالث من الخطايا، خطيئه الثعلب بان. ومن جانب تاني كان الفارس المقدس عند اليزابيث بيحاول يسرق سيف مليودس. حط ايده عليه ولكن مليودس مش راضي يسيبه. بعدها بيظهر فلاش باك لمليودس هو وبان قبل كده لما حاول انه ياخد السيف بتاع القائد بالعافيه، فتعصب منه وعمل له الجرح ده في وشه. وشكل السيف ده مهم جدا بالنسبه له يا صديقي. نرجع بقى للحاضر لما الفارس المقدس اخده منه بالعافيه. لسه ملحقش يفرح بيلاقي مليودس واقف وماسكه منه. الفارس اتصدم حاول ياخده تاني ولكن هوب هالة شيطانية تحيط بمليودس والمكان كله. عينين الواد اتغيرت وخلت الفارس يترعب وطلع يجري منه. اليزابيث كانت قلقانة من اللي بيحصل وسألته اذا كان هو مليودس اللي عارفينه ولا لا. فقال لها ما تقلقيش انا زي ما انا. وهو بقى في قمة السعادة. بيسألها بعد كده على اللي بيحصل هنا وبتبدأ تحكي له على كل حاجة. عرفته بكل اللي بيحصل وان ديانا راحت علشان تحرر بان لوحدها. مليودس قال لها تمام وطلعوا يلحقوا الفارس. وباستخدام انف هوك الخارق قدروا يحددوا مكانه بسهولة. جهزوا علشان المواجهة. مليودس قال له انت هتقول لي مين اللي بعتك عشان تسرق السيف ولا اقتلك دلوقتي؟ الفارس اتصدم رافع ايده مستسلم لمليودس. لسه هيستسلم وبيلاقي مليودس بيصد الخنجرين بتوعه واللي اتضح ان الفارس ده رماهم وقت ما رفع ايده علشان يعمل نفسه مستسلم. ده شكله مش سهل وغدار يا صديقي. الدكتور هو كمان بيجي في الوقت ده وبيقول للفارس انا سممت الولد زي ما قلت لي، ارجوك بقى حرر بنتي وما تاذيهاش. ولكن لسه ما كملش واذا بالفارس اختفى من مكانه وبقى وراه شق جسمه. وبيقول للطبيب بعدها هخلي بنتك تحصلك قريب ما تقلقش. ميلودس بدا يقلق واخد اليزابيث وطلعوا علشان يجروا. الفارس كان كل شويه بيختفي وبيظهر لهم من مكان تاني ومحدش عارف ايه اللي بيحصل. هوك وهو ماشي كان بيقول لميلودس مع انه بيختفي لسه ريحته موجوده، وده معناه ان هو ما بينتقلش بشكل آني، ده مجرد بيختفي. وعلشان كده مليودس بياخد هوك واليزابيث على بيت محجور كده. بيستنوا الفارس هناك ومليودس بيعمل فخ قدام الباب بيستناه يجي وفعلا الفارس بيظهر من وراه لسه هيضربه وهوبا بيقع في الفخ اللي عمله. يا ابن اللعيبه. مليودس بيقول له قدرتك هي الاختفاء صح؟ وده معناه انك ما تعرفش تدخل غير من الباب بس، وانت كده خسرت يا معلم. انا هاخد راحتي بقى وانا بضربك علشان اليزابيث مش جنبي. مليودس ضربه ضربه طلعته بره المكان كله. راح بعدها عليه علشان يساله مين اللي بعته ولكن اليزابيث بتشد انتباهه فالفارس بيهرب. بعدها اليزابيث بتكون حزينه جدا وبتروح على الدكتور اللي خلاص في لحظاته الاخيره. الدكتور بيترجى اليزابيث انها تساعد بنته وفعلا بتوافق. بعدها اليزابيث بدات تعيط جامد بتقول كل ده بسببي، لو انا ما كنتش جيت هنا ما كانش حصل كده ولا حد مات. انا حاسه اني عباره عن النحس كل لما اروح في مكان حد يتاذى بسببي. وقتها مليودس بيتعصب منها ويقول لها انا مش شايف انك نحس ولا حاجه، انا شايف ان كل اللي بيحصل ده ضروري لتحقيق الغايه النهائيه واللي هي اننا نلحق الملك وننقذ شعبه. انا وافقت اساعدك علشان عزيمتك اللي شفتها قبل كده واساعدك حتى لو ده معناه موتك. عزيمه قائد الخطايا غير يا جدعان. اليزابيث اتصدمت من الكلام وعرفت انها غلطت لما قالت كده. اعتذرت منه وبعدين بيكملوا رحلتهم ولكن
ولكن شكل الفرسان عارفين طريقهم وبيجهزوا لهم ترحيب من نار يا صديقي. بيطلعوا اخيرا من المدينة علشان يروحوا على سجن بان، ولكن هوب ديانا بتقف قدامهم وشكلها كانت هتقتله، بس مليودس بيندهلها فبترجع لوعيها تاني. لسه هيكلموها وبتسمع صوت جرس كده وبتدخل في حالة هيجان تاني، بتبدأ تضرب في القائد وفي كل اللي قدامها، واتضح ان في فارس بيدخلها في وهم وبيخليها تفكر مليودس عدو ليها ولازم تقتله. الواد بياخد اليزابيث وهوك وبيجروا علشان يستخبوا ويشوفوا حل للي بيحصل ده، ولكن ديانا وراك ومش هتسيبك. بيقابلوا 2 من رعاة الغنم وهما بيجروا فبياخدوهم معاهم. اليزابيث بتبدأ تعتني بالاتنين دول ومليودس بيطلع علشان يهدي ديانا، ولكن وفجأة الجرس بيرن تاني ومليودس بيدخل في مجاله الوهمي، بيفتكر ديانا عدو ليه وبيبدأ هو كمان يهاجمها. في نفس الأثناء كان بان مسك جيريكو وعمل منها بطاطس محمرة، سابها في نص الجنود بهدومها الداخلية وبعدين بدأ يتمشى في السجن كله. انت ايه العظمة دي يا ابني؟ وهو ماشي بيشوف واحد من الفرسان وبيهجم عليه، واتضح ان ده هو اللي كان حابس بان قبل كده من 10 سنين. بيمسك حديدة كده وبيرشقها في صدر بان وشكلها دي النهاية ولا يا صديقي؟ لسه الفارس هيضحك وبيلاقي بان بيضحك له وبيقول له عاش عليك والله. نرجع بقى للقتال تاني ما بين مليودس وديانا، واللي كان مشتعل ما بينهم. الاتنين مش عارفين ان هم تحت السيطرة وبيقتلوا بكل قوتهم، بس في وقتها اليزابيث بتندى عليهم وتفوقهم. الاتنين بيتصدموا من مكانهم، وفين الفارس اللي كانوا بيواجهوه من شوية؟ لسه ما لحقوش يفوقوا والجرس بيرن تاني، بيرجعوا للهجوم على بعض من تاني. الولد الصغير ده بيترعب وبيرجع يستخبى في اللي معاه، وواحدة كمان من الفرسان بتظهر وبتجهز عاصفة من الحشرات علشان تقتلهم. الولد الصغير بيدخل فيها وبيكون خلاص هيموت قدامهم، ولكن اليزابيث بتضحي بجسمها وبتدخل وسط الحشرات تدافع عنه منهم. اخلاق وعزيمة جامدة والله. الولد الصغير بيبص لها بعدها بصة احتكار كده وبيقول لها عاش عليك والله، ضحيتي بنفسك علشان تلحقي عيل صغير، بس للاسف تضحيتك راحت على الفاضي. وبيطلع ان ده الفارس المقدس اللي خلاهم يدخلوا في الوهم ده اصلا. يا ابن الخبيثة. اليزابيث بتتحايل عليه يرجعهم لطبيعتهم، ولكن الواد بيضربها من غير رحمة. بتقوم تاني ولكن برضه بيضربها تاني. بيقول لها الفارس كمكافأة ليكي على تحملك الضرب ده عرفك ايه اللي بيدخلهم في الوهم. لسه هيقول لها الجرس ده هم ما بيلاقوهوش معاه. اليزابيث كانت عارفة واخدته وهي بتنضرب اصلا. الفارس بيتعصب منها جامد وبيكون خلاص هيضربها، بس مليودس بيمسك ايده بيزقه بعيد عنهم كده وبيروح على البنت وبيقول لها انا خلاص قبلت بعزيمتك وهساعدك بكل قوتي. الفارس بيستغل الفرصة وبيضرب مليودس بكل قوته وبيبعده عنه. بس انت متخيل ان مليودس هيسكت له بعد ما ضرب اليزابيث يا صديقي؟ لا والله، هوب بوكس بيخليه يطير في السماء. الفارس بيقف والبوكس التاني بيكسر بيه جدار السجن. بعدها وقف تالت، بس التالتة ثابتة يا صديقي. الفارس خلص بضربة واحدة. مليودس بعد ما ضربه قال له ده جزاك علشان انت ضربت حد عزيز عليا. الله على الجمال يا ابني. اما الفارسة بتاعت الحشرات فديانا كانت قامت معاها بالواجب، والجنود بعد ما شافت الفارس بينضرب اترعبت وكلهم طلعوا يجروا من السجن وهربوا. اما اليزابيث فكانت تعبانة جدا من كمية الجروح اللي فيها ومش قادرة تتحرك. بتروح عليها ديانا وبتقرر توديها على المدينة تتعالج الاول، ولكن اليزابيث ما بترضاش وبتقرر تكمل معاهم الطريق للاخر. ديانا بتوافق على عزيمتها وبتحطها في شنطتها معاها. بعدها بيسألوا الراجل اللي واقف عن مكان كل من بنت الطبيب وبان، بيقول لهم على المكان فعلا وبعدين بيروحوا. اول ما بيدخلوا جوه السجن الفارس ده بيعمل عليهم تعويذة تحبسهم جوه السجن الى ابد الابدين، وبيقول مستحيل اي حد يقدر يطلع من هنا حتى لو كانت عشيرة تنانين هايجة. وفي الوقت ده كانت ديانا عرفت مكان بنت الطبيب وراحت علشان تنقذها. البنت كانت مرعوبة جدا منها، ولكن في الاخر اغمى عليها. اخدتها ديانا وحطتها في الشنطة بتاعتها جنب اليزابيث، ولكن هم واقفين كده بيسمعوا صوت وراهم. بيبصوا واذا به بان خطية الثعلب، وبنعرف ان بان كان قدر يهزم الفارس وشال الحديدة وحطها في صدره. يا ابن اللعيبة. المهم بعد ما مليودس بيشوف بان بيبدأ الاتنين في الترحيب ببعض، وكان هزارهم تقيل حبتين يا صديقي، او تقيل خالص. حرفيا السجن والحاجز بتاع الفرسان ما قدرش يستحمل ويتهد من قوة هزارهم. ده إيه الجمدان ده يا جدعان؟ الفرسان طبعا وحراس السجن بعد ما شافوا قوتهم خلعوا من المكان كله،
بعدها بيرجعوا على المدينة، والمفاجأة ان الطبيب بيطلع عايش وما ماتش زي ما هم فاكرين. بيسألوا مليوداس عن اللي حصل، بس الطبيب بيقول له انا ما عنديش ادنى فكرة انا خفيت ازاي. بعدها بيعزمهم الطبيب على وليمة بمناسبة انهم رجعوا له بنته، فبيوافقوا. اليزابيث في الوقت ده كانت اتعالجت ونايمة علشان ترتاح وتحضر الوليمة بالليل، بس بعد ما عرفتها ديانا بان الطبيب بقى كويس كانت فرحانة جدا وعيطت من الفرحة. بالليل بقى بيعرفهم القائد على بان والكل بيرحب بيه. بيتصدم شوية من هوك علشان لقى خنزير بيتكلم، ولكن مع الوقت بينسجموا والكل بعدها بقى في قمة السعادة. ولكن في اللحظات ديت بتتقاطع الشوق في السماء، وبيفتكر الدكتور في الوقت ده مقولة بريطانية قديمة: حينما تتقاطع الشوق في السماء فهناك نذير حرب على الأبواب. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده في حكاية الخطايا؟ ويا ترى السبعة هيتجمعوا تاني ولا لأ؟ استنونا في الأجزاء اللي جاية من حكاية. ده الجزء الثاني من حكاية الخطايا السبعة. الجزء الأول كان عبارة عن تسخين بس لبداية القصة يا صديقي، أما الجزء ده فأقسم لك بالله يخليك تولع من الحماس. بس كل اللي أنا عاوزه منك تركز معايا في البداية علشان تستمتع بالحكاية، ويلا بينا نبدأ. وبعد ما احتفل الخطايا برجوع بان ليهم مع الطبيب وبنته، قرروا بعدها التوجه إلى عاصمة الموتى، وده علشان إنهم سمعوا ان كينج هناك. بيروحوا هناك فعلا والكل بيكون متحمس، ولكن بان في الوقت ده كان عمال بيفتكر ذكريات مؤلمه في ماضيه لما حاول يسرق كاس الخلود في غابه الجنيات زمان. بيوصل عند الكاس فعلا، ولكن الحارسه بتكون هناك وبتمنعه. بيحاول يطلع تاني ولكن بتمنعه، تالت ولكن كل مره الحارسه بتوقعه من على الشجره، لحد لما بان بيتعصب منها في مره وبيقدر يسرق الكاس منها. لسه هيشربه البنت بتلحق ايده وبتكتفه بالشجر، بتاخده منه وبتقول له انت ازاي ما بتموتش من الوقعات دي؟ انت متأكد انك بشر عادي؟ بان بيقول لها كل مرة بقع على حاجة شكل بتحميني. البنت بتعرف ان الغابة بتحمي الشخص ده وشكله وراه حاجة. بتقول له البنت واللي اسمها إيلاين بالمناسبة ان الكاس ده هو روح الغابة، ولو شربته كده الغابة هتموت وهتختفي من الوجود. بان قال لها خلاص فهمتك ومش عاوزه، بس البنت كانت شاكة فيه وقالت هو اكيد يعني بيكذب. حاولت تقرأ افكاره واتأكدت ان هو ما بيكذبش فعلا. فكت بعدها وثاقه وعرفته بنفسها، وبان وقتها بيفوق من نومه. بيطلع على القائد بره وبيوصلوا اخيرا على مدينة الموتى، وبيدوروا على كينج هناك. واليزابيث كانت سالت مليوداس عليه وحكى لها شوية عنه، وقال لها ده نجمة حظ الخطايا. وبان في الوقت ده كان ماشي في المدينة بيحاول يجمع اي معلومات، ولكن مش لاقي اي حاجة. بيشوف بنت صغيرة كده بتقع قدامه من الجوع، فبيروح عليها بيفوقها، والظاهر ان البنت دي جعانة جدا وما اكلتش بقالها فترة كبيرة. اخوها وكمان بيشوفها وبيفكر بان خاطفها وبيحاول يحميها. بيرشق البتاعة ديت في بان وبان ما بيتحركش. اخته الصغيرة بتروح عليه بعدها وبتقوله ان بان كان بيعتني بيها مش اكتر، واخوها لما بيعرف غلطه بيعتذر منه على اللي عمله. ولكن هوب فجأة رمح بيخترق جسم بان وبيكون عليه ولد صغير كده. وبالمناسبة ده كينج بقى يا صديقي، بس بان مش عارفه. بان بيقول له انت مين؟ الواد بيقول له مش عارفني يا خطية الثعلب، ولا اناديلك ببان الخالد احسن؟ انا مش ممكن اسامحك على جريمتك وقتلك لحارسة غابة الجنيات، انت لازم تموت دلوقتي. بان وقتها بيتضايق جدا من كلامه، بيقول للولد اللي جنبه يبعد ويبدا في الهجوم عليه بكل قوته. الاتنين بيكونوا قويين جدا، ولكن في الوقت ده مليوداس وديانا بيجوا عليهم. بيتعرفوا على كينج، وبان ما بيكونش مصدق ان هو ديانا لسه راح تكلم كينج، بتلاقيه بيداير وشه وبيسيبهم ويمشي. بعدها بان بياخد الاطفال الصغيره وبيعمل لهم اكل ما اكلوهوش قبل كده. هوك كان اول مره يشوف اكل حلو يا صديقي، والظاهر ان بان طباخ مفيش كلام. العيال وهي بتاكل كانت فرحانه جدا ومش عارفه هترد الجميل لبان ازاي. بان بيقول لهم قولوا لي ازاي ادخل مدينه الموتى وانا مش عاوز اكتر من كده. مليوداس بيقول له بس احنا لقينا كينج هندخل نعمل ايه هناك؟ بان بيقول له يا عم استحاله، ده مش كينج. مليوداس بيقول له لا هو. المهم بيقرروا يدخلوها في الاخر. بيسالوا الواد ده على مكانها، والواد بيقول لهم هي موجوده في القريه بس مش اي حد هيعرف يدخلها. بان بيقول له بلاش الغاز ولخص في الكلام علشان نفهم. البنت بتقول له ذكرى ثمينه مع شخص ميت هتفتح لك الطريق لعاصمه الموتى. وبالمناسبه الواد اللي عورك ده كان كل يوم بيسال عليها، ولكن برضه ما بيعرفش يدخلها. بان بيقول للبنت تمام وبيكون خلاص مقرر يدخلها. وفي الوقت ده كينج كان طاير في الغابة كده ومبسوط جدا، وشكله بيحب ديانا قوي يا صديقي. بيفتكر بعدها بان ووشه بيقلب وبيقول ما تسمحوش للخاين ده يخدعكم. وبعدها بيقرر يروح عليهم تاني. وفي الوقت ده كان الكل رايح على المدينة علشان يشوفوا يدخلوا على عاصمة الموتى ازاي. بان بيقف كده وبيفتكر إيلاين وهي بتسأله هو كان عاوز كأس الخلود ليه.
بان بيقول لها علشان حياتي ملهاش طعم دلوقتي، وحاسس اني لو عشت فترة اطول يمكن الاقي حاجة تغير حياتي. ايلاين بتقول له تمام. بان بيفوق من ذكرياته والمكان كله بيتملأ ازهار، الكل ما بيكونش مصدق. عاصفة بتلف حواليهم والمفروض ان دي البوابة اللي هتنقلهم جوه عاصمة الموتى. كينج بياخد باله انهم هيدخلوا وبيجري عليهم وبيدخل في الاعصار هو كمان. بيوصلوا على مكان غريب كده والكل ما بيكونش عارف هم دخلوا ازاي، ولكن فجأة بان بيشوف ايلاين وبيجري عليها. كينج هو كمان بيشوف بان وبيطير عليه علشان يقتله. وفي الوقت ده كان في فارسة وصلت على المكان وعرفت ان الخطايا في عاصمة الموتى، قررت تروح لهم هناك وتقتلهم، وشكلها هتولع من هنا يا صديقي. الفارسة بعدها بتمسك الاطفال وبتخنقهم لحد لما بيقولوا لها على طريق الدخول، وبالمناسبة اسمها غيلة. غيلة بتقول لهم طالما هي عاصمة موتى فانا هدخلها بطريقتي. بتدخل ايديها في جسمها وبتوقف النبض بتاعها. ميليودس وهو ماشي في عاصمة الموتى كان حاسس ان في كيان غريب دخل معاهم. بيكملوا ماشي عادي وكينج كان عمال بيجري ورا بان. بان بيقول له بعد عني، بس الواد مش سايبه. بان بيتعصب منه وبيحاول يضربه، ولكن كينج بيثبته في مكانه. بان اتأكد انه كينج فعلا. سأله انت بتعمل كده ليه اصلا؟ كينج بيقول له بعد ما سبت الخطايا من 10 سنين كنت راجع على موطني غابة الجنيات، ولكن لقيت الغابة هناك اتدمرت وما عادش موجود حاجة. انا اول ما عرفت انك انسان خالد كنت مفكر ان ده عادي، ولكن ما توقعتش تكون قتلت حارسة الينبوع علشان تبقى كده. بان بيقول له وانت تعرف الحارسة دي منين اصلا؟ كينج قال له ايلاين تبقى اختي وانا مش هرحمك. بان بيقول له طيب هتموتني ازاي يا معلم وانا ما بموتش اصلا؟ كينج قال له مش لازم اقتلك، انا هحجرك هنا بواسطة سلاحي ومش هخليك ولا تموت ولا تعيش. بان استسلم، وشكلها كده دي نهايته يا صديقي. بس انت متخيل ان بان عمل كده؟ لا والله. بعد ما بان وايلاين اتعرفوا على بعض سمعها مرة وهي بتقول يا ريتك كنت جاي علشان تسرقني انا بدل الكاس يا بان. فسمعها بان وقال لها وماله احنا لسه فيها اهو. ايلاين قالت له بس انا عندي مسؤوليات ومش هينفع اسيب الكاس هنا. بان قال لها مش انت قلت انك ليك اخ بعيد؟ انا هرجعه وبعدين اسرقك من هنا. البنت فرحته وكانت في قمة السعادة، ولكن مرة واحدة شيطان بيهجم على الغابة وبيحرق كل الاشجار اللي فيها. ايلاين بتلحق الكاس وبتقول لبان يهرب بسرعة. بان ما بيسمعش الكلام وبيروح على الشيطان علشان يقتله. بيستخدم قوته وبيطلع قلبه بكل سهولة. مفكروا انه كده خلاص قتله، ولكن المصيبة ان الشياطين عندها اكتر من قلب يا صديقي. ايلاين بتحاول تلحقه ولكن الاتنين بينضربوا وبيكونوا خلاص هيموتوا. بان بيقول لي ايلاين اشربي الكاس ده واهربي بسرعة من هنا، ولكن ايلاين بتشربه هو الكاس وبتفضل هي بجروحها بداله. بان بعد ما بيشرب الكاس بترجع له قوته وبيفضل بعدها يضرب في الشيطان لحد لما بيقتله. بيحاول يلحق ايلاين بعدها ولكن كانت خلاص في لحظاتها الاخيرة. بتقول له قول انك عاوز تسرقني تاني. لسه هيقولها لها وبيلاقيها ماتت. بان بيتأثر جدا وبيعيط من اللي حصل له. وفي الوقت الحالي بقى كينج كان خلاص بيودع بان وهيمشي. في نفس الوقت ده غيلة كانت وصلت على مكان ميليودس وشكلها ناوية تقتله. ميليودس اول ما بيشوفها بيحس بخطورتها. بيقول له هوك ياخد اليزابيث ويهرب من هنا بسرعة. هوك بيسمع الكلام وبيفضل يجري ويجري لحد لما بيقول المكان هنا حلو وكفايه كده، ولكن هوب بيلاقي ميليودس مخبوط فوقه وبيقول له انت لسه هنا؟ امشي في ابعد مكان. هوك بيسمع الكلام وبيمشي فعلا. وديانا غيلة بتطير على صخرة كده لولا ان ميليودس بيلحقها. بتوصل لهم البنت بعدها وبتفضل تقول لهم هاتوا اخركم يلا. ديانا اتعصبت بتحاول تقتلها بس البنت ما بيأثرش معاها اي حاجة. ميليودس بيستخدم عليها العاكس الكامل لهجمتها بس البنت كانت عارفة وهجمته بأقل طاقة ليها وعلشان كده ما تأثرتش بيه. في نفس الوقت ده بقى كان كينج بيشيل الرمح بتاعه بعيد عن بان. بيودعه بيكون لسه هيمشي بيلاقي نور متجمع كده حوالينه وبيكلمه. كينج اتصدم، ده صوت اختي، هي بتكلم بان ليه؟ ايلاين بتبوس بان فالتحجير اللي عليه بيروح. كينج كان واقف كده وبينادلها بس البنت مش بتعبره، فبيعرف انها لسه زعلانه منه علشان ساب مسؤولياته ومشى. بتسأل بان هو جاي هنا ليه؟ فبيقول لها علشان اقول لك جمله واحده، في يوم من الايام اتاكدي ان انا هسرقك من هنا. البنت بعدها بتتاثر ودموعها بتملى عينيها. ايه الحلاوه ديت يا ابني؟ وانت رومانسي كده من امتى؟ بان بيسيبها ويمشي وكينج بيقع على الارض من الصدمه. بيقول لها هو ازاي كده؟ مش هو اللي قتلك؟ ايلاين بتحكي له على كل حاجه وبتقول له انه بان عوضها عن كل الفتره اللي عاشتها وحيده في اسبوع واحد، وهو استفزك في الكلام بعد ما عرف انك اخويا علشان تضربه. بان طيب مش زي اللي في دماغك، انا عاوزاك تكون جنبه وتساعده
يساعده. وفي الوقت ده اليزابيث وهوك بيوصلوا على مكان كينج وبيحكوا له على اللي بيحصل. اليزابيث بتقول له ان في فريسه مقدسه هناك بتضربهم كلهم ومحدش قادر عليها. كينج كان واقف محتار ومش عارف هيعمل ايه معاها. بن في الوقت ده بيوصل على مكانهم، بيحاول بعدها يضرب البنت ولكن برضه ما بتتأثرش وشكل محدش قادر عليها. البنت بعدها بتجمعهم كلهم وبتضربهم، بترشق السيف ده في رقبة بان ومفكرة كده ان محدش قدها يعني، ولكن هوب فجأة رمح بيخترق بان وبيضربها. ايوه الأسطورة كينج وصل. بان بيقول لكينج ايه اللي بتعمله ده؟ كينج قال له انا جاي علشان انقذك. غيلا في الوقت ده كانت بتقف من الخطة وبتستعد علشان تخلص على كينج وتقتله، بتقول له جاهز علشان هتموت. بتضربه ولكن بيصد ضرباتها كلها بالرمح بتاعه، وده بقى رمح اسطوري اسمه شاستفور. البنت بعدها انبهرت منه وقالت له حلو كده المواجهة، يلا بقى تعالوا انتم الاربعة عليا. بس كينج بيقول لها لا انا لوحدي كفاية. ومليودس وبان اكدوا على كلامه وقعدوا علشان ما يقتلوش معاه. البنت بعدها بتتعصب وبتكون خلاص هتهجم على كينج، ولكن الرمح بتاعه في اقل من ثانيه كان طار عليها وعورها في وشها. البنت لسه ما لحقتش تتكلم وبتلاقيها هجمت عليها من كل اتجاه. وعلى وضعك يا كينج يا جامد. وبيتضح ان كينج ده هو ملك غابه الجنيات وعنده قوه مهوله يا صديقي. المهم غيلا بتتعصب جدا منه، بتطلع على مكان عالي وبتجمع طاقه كبيره جدا علشان تخلص على كينج هو وفرقته، وبتكون خلاص هتقتلهم. بس انت متخيل ان كينج هيسكت لها يا صديقي؟ قولها معايا. لا والله الرمح بيغير شكله وبيكون رماح كتيرة صغيرة بتصد هجمات غيلة كلها وبتتجمع فوقها علشان تكسرها. وعلى وضعك تاني يا كينج يا جامد. وبعدها الكل بيكون مفكرها خلاص ماتت، ولكن غيلة بتقوم مرة واحدة وبتطير على كينج علشان تقتله. ولكن انت متخيل ان مليودس هيسيبها يا صديقي؟ لا والله بيصد ضربتها وبيطيرها في السماء. غيلة بعدها بتختفي من عاصمة الموتى، واليزابيث هي كمان بتوصل عليهم وبيبدأ جسمهم يختفي من المكان كله، وده علشان بان كان خلص اللي هو عاوزه. بيجيله بعدها الطفلين اللي اكلهم قبل كده وبيطلعوا هم من عاصمة الموتى اصلا، بيشكروه على اكله وبعدين بيودعوه. إيلاين هي كمان بتودعه. الكل كان في قمة السعادة. بعد ما بيرجعوا بقى من عاصمة الموتى بيلاقوا غيلة قدامهم واقفة كده ما بتتحركش، والواضح انها كانت وقفت نبضات قلبها علشان تعرف تروح هناك وما دخلتش بذكرى زيهم. بان بيفكر يقتلها وكينج بيفكر يحجرها، بس مليودس بيقول لهم سيبوا الموضوع ده عليا. هو بالفعل بعد شويه القائد بتاع غيلا بيروح عليها بيلاقيها مربوطه كده ومليودس مبدل وشها، والواضح انه فاكر الموضوع لعبه باين. المهم الخطايا بيكونوا متجمعين بعدها وقاعدين يحتفلوا برجوع كينج ليهم. بيسالوا كينج بعدها عن اليزابيث وهي ليه معاهم. مليودس بيعرفوا بيها وانها الاميره الثالثه للبلاد. كينج بيتصدم، بيكبر نفسه على اساس انه راجل كبير وكده. البنت بتقول له خليك على طبيعتك يا عم، وفعلا بيرجع على طبيعته. بعدها اليزابيث بتقول له انت جامد كده ازاي؟ انت هزمت عدو معرفش مليودس وبان وديانا يهزموه مع بعض. كينج بيقول لها انا عارف اني قوي، بس التلاتة دول لو معاهم السلاح الامبراطوري بتاعهم كانوا هزموها بكل سهولة. بيسألهم بعدها كينج على مكان سلاحهم. ديانا بتقول له انا ضيعته، وبان بيقول له اتسرق مني، ومليودس بيقول له انا بعته. الواد اتصدم ومش عاوز اسمعك صدمته يا صديقي. المهم في الوقت ده بقى كان في شوية من المتمردين بيحاولوا يغزوا المملكة، ولكن غيلي بينزل عليهم وبيبدأ يفرتك فيهم واحد ورا التاني. وكان معاه فارس مقدس كده قوي هو كمان واسمه هاوزر بالمناسبة، وشكله جامد اخر حاجة. المهم في الوقت ده في المملكة كان اقوى اتنين من الفرسان مجمعين كل الفرسان الصغيرين وبيدولهم نصايح للحرب اللي هتحصل. اللي على الشمال ده اسمه هندريكسن وقوته مهولة يا صديقي، واللي على اليمين ده اسمه دوريفاس وقوي جدا برضه. المهم بعد نهاية الكلام غيل وهاوزر بيروحوا على دوريفاس علشان يحكي لهم على اللي بيحصل. بيقول لهم ان الخطايا السبعة انضم ليهم كينج دلوقتي وهم بقوا 4 مع بعض. هاوزر بيقول له بس هم اقوياء يعني، اكيد قوتهم زي اي حد من البشر. دوريفاس بيقول لهاوزر لا انت تعرف مملكة ليونا اللي دمرها هو شخص واحد بس، وهو قائد الخطايا مليودس. بعد ما سيطر عليه غضبه الواد بيتصدم وبعدين بيمشي. بعدها غيل بيحكي له على اللي هندريكسن بيعمله وانه بيجمع مجموعة كبيرة من المبتدئين تاني. وفي نفس الوقت كان كينج بيشرح لمليودس عنهم برضه. بيقول لمليودس هتصدقني لو قلت لك ان غيلة فارسة مبتدئة وضعيفة؟ مليودس بيقول له بتهزر صح؟ كينج قال له لا
في أعداد كبيرة جدا من الفرسان المبتدئين بدأوا يظهروا الفترة الأخيرة، عندهم قوة كبيرة ولكن محدش عارف مصدرها وشكل الموضوع وراه حاجة. المهم هوك بيقول لكينج بعدها طيب هو السلاح الامبراطوري بتاعهم بيعمل ايه ليهم؟ كينج بيقول له لو افترضنا ان البحر ده طاقة واحد منهم مثلا، اللي هتعرف تاخده بكف ايدك، شوية صغيرين اكيد، لكن لو معاك السلاح الامبراطوري ده اللي هتعرف تاخده. هوك بيتصدم وبيروح على مليودس علشان يهزقه علشان بقى السلاح بتاعه. بعدها الكل بيرجع على الحانة علشان ينام. اليزابيث كانت زعلانة جدا وخايفة على اخواتها في المدينة وحاسة ان في حاجة مش كويسة بتحصل، بس مليودس بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش هننقذ كل قرايبك. البنت بتفرح وكانت في قمة السعادة، بس في المدينة كان في حاجة بتحصل فعلا. غيلة بتاخد الاتنين دول على تحت الارض كده وبتشيل اللي على وشهم. هندريكسن بيكون قدامهم وبيقول لهم اجهزوا علشان هتتولدوا من جديد. العيال ما بتكونش فاهمة حاجة ولكن هندريكسن بيفهمهم. بيروح على الشيطان اللي بان قتله وبياخد منه كوبايتين كده، بيقول لهم اشربوا يلا، اللي عاوز القوة يشرب بسرعة. جيروكو بتفتكر بان وهو بيهنها قدام الجنود وبتشرب الكاس في ثانية. الواد ده هو كمان بيشربه بعد ما بيفتكر ان مليودس هانه. بعدها جيروكو وقعت على الارض وجابت دم من بقها. الواد ده بقى موقعش وكان مفكر نفسه متوافق مع الشيطان، بس العكس هو الصح يا صديقي. جيروكو هي اللي نجحت وقامت بعد ما اكتسبت قدرات شيطانية وشكل في مجزرة هتحصل. المهم الخطايا في الوقت ده بيروحوا على مدينة بازل، واللي هناك ناس بتقول ان في مطرقة عملاقة موجودة فيها ومحدش عارف يرفعها، والواضح ان ده السلاح الامبراطوري بتاع ديانا. والكل بيتفق بعدها انه هيروح الا ديانا واليزابيث هيفضلوا عند الحانة. بيدخلوا المدينة فعلا وبيسألوا عن مكان المطرقة العملاقة. العجوز ده بيقول لهم على مكانها واسمه كاين بالمناسبة. بيروحوا هناك فعلا وبيلاقوا المطرقة، بس علشان تاخدها لازم تفوز في مسابقة بازل السنوية واللي هي مباريات ضرب يا صديقي. مليودس وبان عجبتهم الفكرة واشتركوا هما التلاتة. هاوزر هو كمان كان مشارك وشكل الدنيا هتولع. بعدها بيجمعوا من الحكم كلهم على الحلبة وبيقول لهم الآتي ده اختبار التصفيات ما بينكم، اضربوا بعض هزروا مع بعض. المهم اخر 8 هيفضلوا على الحلبة هما اللي هينتقلوا للمرحلة التانية، وده كله من غير سلاح. وبالفعل بيبدأ المتسابقين في القتال واخراج المنافسين من الحلبة. بان ما كانش شاغل دماغه بالضعفاء واللي بينضربوا بكل سهولة، وكان في بنت كده مخبيه وشها ونازله ضرب في الكل وشكلها اسطوره يا صديقي. المهم بتخلص المرحله الاولى بعد ما بتبقى ال8 دول على الحلبه، وطبعا كينج كان المفروض خسر بس بسبب انه فضل طاير اتحسب ضمن ال8. بعدها الحكم بيدخلهم غرفه علشان يعملوا قرعه، واللي هيختار زي التاني هيتنافس معاه. وبالفعل بيختار كل واحد فيهم وبيستنوا النتيجه. بان كان متحمس جدا ومستنى وصوله للنهائي. مليودس هو كمان كان متحمس وشكلهم عاوزين يتنافسوا باين. الحكم بعدها بيطلع بالنتيجة ومين هيتنافس مع مين، والمباراة الأولى هتكون غريامور ضد ماترونا واللي هي البنت الجامدة ديت، والمباراة التانية هتكون هاوزر ضد المصارع ده. كينج بعد ما سمع اسم هاوزر قلق جدا وعرف انه فارس مقدس. راح قال لبان انت اكيد غيرت اسامينا وانت بتسجلنا صح؟ قال له بان عيب عليك بقى. الحكم كمل كلامه وقال المباراة التالتة هتكون كاين ضد العجوز. كينج بيضحك بيقول العجوز اسم مين المضحك ده؟ بان بيقول له ده اسمك. عيل مستفز والله. وكينج طبعا اتصدم وكان في قمة الزعل. اما القتال الاخير بقى فهيكون بان ضد مليودس، وكان مسميهم بقان ضد مليودفو. ابدعت يا ابني في تغيير الاسامي والله. المهم هاوزر بيشك فيهم بعد ما بيسمع اساميهم، ولكن بسبب غبائه ما بيعرفهمش. وبتبدا بقى اخيرا المرحله الثانيه في التصفيات واللي هتتواجه فيها ماترونا ضد غريامور. وبالمناسبه بقى ده خطيب اخت اليزابيث فيرونيكا واللي كانت موجوده في المسابقه وسط الجمهور وبتدور عليها. بيطلع الاتنين على الحلبة وبيجهزوا للقتال. الحكم بيقول لماترونا الطاقية مسموح بيها ولكن العباية لازم تتخلع. بتقلعها فعلا وهنا كانت الصدمة، هو مش دي هدوم اليزابيث ولا ايه؟ مليودس كان حس بحاجة غريبة وكان مصدوم شوية. بيبدأ القتال ما بين الاتنين وغريامور كان قوي جدا وما بيتأثرش بهجماتها. بعدها الواد بيفعل طاقته، بيحاول جسمه بجدار عازل كده بيمنع الهجمات من الوصول ليه. قدرته هي جدار السحر وصعب
صعبة ويكاد يكون مستحيل على حد انه يقدر يكسره. هاوزر كان عارف التقنية ديت ومستني البنت خلاص علشان تخسر. غريامور بدأ يوزع في الحاجز في الحلبة كلها، وخلاص ماترونا فاضل لها تكة وتخرج من الحلبة وتخسر. بتسمع بعدها غريامور وهو بيتكلم عن الخطايا، بتعرف انه ناوي يقتلهم، والبنت بتتعصب جدا من كلامه. بتجمع كل قوتها وبتضرب بوكس بتكسر الحاجز بيه. الله، هي قوية كده ازاي؟ اتطيل على وشها بتطير وهي بتضربه وبتظهر حياتها. دي ديانا، هي صغرت كده ليه؟ غريامور بيطير من البوكس بتاعها وبيقع على الارض، والحكم بعدها بيعلن فوز ماترونا في القتال. بتطلع بعدها على مليودس ولسه هتقول له على اللي حصل، بتلاقي مليودس بيسألها انت مين؟ فديانا اتعصبت وضربته بالبوكس في بطنه. ما كانش صح يسألها الصراحة. المهم كينج بيروح عليها بعدها وبيقول لها ايه اللي حصل؟ انت ديانا صح؟ وفين اليزابيث؟ هي مش كانت معاكي؟ قالت له ديانا على اللي حصل، وانها كانت مع اليزابيث في الغابة بيدوروا على مكونات للاكل يجيبوها، ولكن وهم هناك ظهر لهم فطر عملاق كده وحاول يهجم على اليزابيث. ديانا ضربته من هنا وهوب طلع عليهم غاز صغر جسمهم وخلاهم في الحجم ده يا صديقي. وديانا بعد ما صغرت لبست هدوم اليزابيث وجت هنا، واليزابيث كانت مستخبيه مع ديانا، ولكن ما ينفعش اوريها لك يا صديقي، او هيت يعني. المهم مليودس بيجي وبيعتذر من ديانا على اللي حصل. بترجع مبسوطه تاني والكل كان في قمه السعاده. القتال التاني كان بدأ، وكان هاوزر ضد المصارع ده واللي ما كانش عارف يعمل معاه اي حاجه وخسر بكل سهوله. بعدها بقى بيجي وقت القتال التالت، كاين ضد العجوز. يا ترى مين اللي هيفوز؟ شد حيلك يا عجوز. بيدخل الاتنين على الحلبة وبيستعدوا للقتال، وعلى عكس المتوقع كينج من غير سلاحه كان ضعيف جدا وما كانش عارف يعمل اي حاجة مع كاين وخسر طبعا بكل سهولة. ننتقل بقى الى النهائي والى الحدث الرئيسي، وهو قتال مليودس ضد بان. يا ترى مين اللي هينتصر؟ لو عاوزين تعرفوا بقى الباقي اكتبولي في التعليقات، واستنونا في الحلقات الجاية من حكاية مليودس. ويلا يا عم، سلام سلام سلام.